عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، كل سنة وانتم طيبين ويا رب يعودها عليكم الأيام بخير كده ورمضان كريم. يلا بينا نعمل شوية أفكار جميلة من نفس العجينة اللي أنا عجنتها في الفيديو اللي قبل كده، اللي هو عبارة عن خبز التورتيلا اللي أنا قلتلك عليه، اللي هو عبارة عن 3 كاسات طحين عليهم كاسة ونص مية دافية وذرة ملح ومعلقه زيت على الوجه علشان ما تشققش. نفس العجينه دي هي بالظبط، من غير اي خميره ولا اي بيكنج باودر ولا اي ماده رافعه. فكرت كمان قلت اقول افكار لبناتي واخواتي وحبايبي اعمل لكم بيها فطير كمان حلو جدا، تقدري تعمليه في رمضان وفي اي وقت تاني. فانا جبت الخبزه اللي انا كنت عاملاها التورتيلا، بدل ما هبططها بالدقيق او النشا لما تكون رقاق ناشف هبططها بالسمنه. بصي انا جبت خليط سمنه وزيت حطيتهم في الميكروويف، وبعد كده بصي حبيبه قلبي ببططها كده. انا قبل ما اطلع الفيديو عملت 2 وحطيتهم مع بعض. انا هعمل الفطيره 3. هقولك على افكار كتير هتعجبك جدا وتعجب اخواتك وولادك وحبايبك. بصي بتقعدي تفرديها كده عشان انا كنت اقطعها صغير اهو يا حبيبتي. بصي اهو سهله جدا. بتاخديها كده توسعيها شويه علشان تبقى معاكي مفروده وحلوه اهي. تمام. بتجيبي الاتنين اللي انا عملتهم قبل كده بتحطيهم في النص وبتروحي مبططاها معاها اهي، وبتروحي جايباها كده كمان اهي معايا، وبتروحي عاملاها كده وسايباها ترتاح. وهعمل الاتنين التانيين وهكمل معاكي الفيديو وهقولك على حاجات هتعمليه مسكر يعني حلو وهتعمليه كمان حادق. ادي اول واحده، هعمل معاكي الباقيين زي ما وعدتكم وقلت لكم هعمل لكم افكار. اول حاجه عملت الفكره الاولانيه اللي هي 3 بططتهم وحطيتهم مع بعض، ركنتها اهي شويه، وبعدين عملت واحده كمان ساده هوريكي هعمل فيها ايه. ودي الواحده الرابعه انا هحشيها مربى عشان تبقى بالحلا. تمام اهو. عندك بقى ايه تشكيله مربى، ممكن تحط لها نوتيلا، ممكن تعمليها ساده وتحط لها حليب وسكر بودر. بصي الحشوه دي بقى حاجه ايه على حسب ذوقك انت يا حبيبه قلبي. تمام. احنا عملنا كده. بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم بتروحي واخده كده اهو، وبتروحي واخده دي كده كمان اهو، بتقفلي كده. تمام يا حبايبي. بعد كده باخد دي كمان بتسويها على النار، هوريكي تسويتها كمان. بسم الله اهو. بصي حبيبه قلبي حطيت الطاسه على النار وهنزل بالفطيره اهي. حطيت نقطه سمنه صغيره بصي حبيب قلبي، سبتها حوالي 30 ثانيه. بعد كده هرجع اقلبها كده اهي، برضه هسيبها كمان 30 ثانيه وهوريها لك حالا. بصي حبيبه قلبي قرمشت ازاي. بصي هطلعها. بعدين الثانيه بقى اللي انا حاشيها بالمربى يا حبايبي اهي، عشان يبقى عملتي معاكي تشكيله فطاير حلو وحادق. انا حاليا عملت الساده، ودي اللي انا حطيتها دحين اللي بالمربى. ممكن تحشيها نوتيلا، ممكن تحشيها شوكولاته بقى بيضه بني اللي انت عايزاه كله. حبيبه قلبي قلبتها على الناحيه التانية اهي معايا. طبعا انا كنت مكتره شويه المربى بس عادي يعني اهي. قلبتها الناحيه التانية ثانيتين كده ان شاء الله وهطلعها. بصوا حبايبي بططنا مع بعض، شايفين ازاي؟ انا بوريكي افكار كتير تقدري بقى تفنني اللي انت عايزاه. اول حاجه هتجيبي اهو، هتجيبي ميكس جبن كده، جبنه رومي على جبنه موتزاريلا على زيتون على لانشون اهو. تمام.
بصوا حبايبي كده تظبطيها كده. بعد كده بتاخدي معايا الحرف بتاعها كده اهو. بسم الله ما شاء الله. تعمليها في رمضان للفطار للسحور، تعمليها لاولادك الفتره دي قبل رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين يا قلبي. اهي بس كده خلاص. نعمل بقى كمان، هنوريكي بقى دي اللي انا بططتها في الاول اللي هما 3 مع بعض. مشلتته. بصي دي حبايبي دي الفطيره المشلتته اللي عملتها لكم في اول الفيديو، اللي هما عملت 3 وحطيتهم جوه بعض. سبتها ارتاحت حوالي ربع ساعه. بعد كده هتبططيها. بصي بتبطط معاكي جميله ازاي علشان ارتاحت. بسم الله ما شاء الله. برضو هتسويها على النار من فوق على الطاسه اهي. ويلا بينا نشوف تسويتها. هتبقى حطيت دهنت بس الصينيه بتاعتنا اهي نقطه زيت. النار تكون متوسطه. انا اول حاجه كنت مخليها عاليه علشان الصينيه تسخن. بعد كده وطيت النار اهي. نحطها على نار اهي. شفتوا يا جماعه لما قلبتها اهي. بصوا تسويتها جميله ازاي وسهله، ما كملتش اكتر من دقيقه. وهتاكلي كتيره، تعمليها لاولادك، تعمليها للسحور، سهله وبسيطه جدا. بصي طلعت خلاص اهي. بسم الله ما شاء الله. بس تبرد شويه وهقطعها لك واوريكي بقيت عامله مورقه ازاي من جوه. شويه بقى اللي هي عملتها دي بالجبنه الموتزاريلا والجبنه الرومي والزيتون واللانشون اهي. احلى فطاير، احلى فطاير حادقه تحفه جدا سهله. اقل من 10 دقايق هتعملي لاولادك اصناف واصناف من العجينه اللي قلتلك عليها دي. حبايبي انا عملت ايه بقى؟ عملت الفطير المشلتت اهو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يلا بينا نقطعه مع بعض. بصي بصي مورق وجميل ازاي، وما اخدش مننا اكتر من 10 دقايق. بصي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصي الجمال مورق ازاي، الله اكبر. بتاخدي بقى ايه القطمه دي بتاعتك وتروحي تاكليها بقى بالعسل الابيض كده، بالجبنه الحادقه اللي يعجبك كده كده. تمام يلا بينا نكمل. دي بقى اللي عملتها بايه الساده. هحط عليها اهو، هنحط عليها سكر بودر كده اهو. شكلي لاولادك اهو، شايفه؟ ولا تقولي بقى محل فطاطري ولا تجن اهو كده، عشان ولادك بقى لما يكونوا نفسهم ياكلوا حاجه بقى في الساقعه دي. وكمان ممكن حلو جدا تحليه حلوه كمان بعد الفطار، وبتنزلي عليها بالحليب اهو، تسقيها بالحليب. ممكن تحطي بقى مكسرات وزبيب بقى، ممكن نديها تقطيعه كده هنا. انا بوريكي عينات وانتي بقى ايه تكملي بقى. نحط كمان رشه سكر بودر، اللهم صل على النبي. ممكن كمان تحطي معاهم معلقه زبده اهي، معلقه زبده كده تعزز الطعم وتخليها روعه. تمام خلصنا تاني حاجه. تعالي بقى في تالت حاجه. دي اللي احنا عملناها حلا برضو. عملناها بايه؟ عملناها بمربى الفراوله اهي. بصي حبيبتي بسم الله ما شاء الله. بصي الجمال، الحشو فيها تحفه ومورقه وهتعجب حبايبك جدا. دي تالت حاجه. تعالي معايا نشوف رابع حاجه اللي احنا عملناها بقى حادق اهي. حادق حطينا ميكس جبن، حطينا جبنه رومي وجبنه موتزاريلا
وحطينا زيتون اسود، وحطينا كمان لانشون معاه اهي. بصي دي ممكن تعمليها تعتمديها لفطار رمضان، وممكن كمان تحشيها لحوم، وممكن صدق، ممكن تعمليها اشكال كتير بالعجينه البسيطه اللي انا قلتلك عليها. ويا ريت تتابعوني، وشكرا لكم، وكل عام وانتم بخير.